صل على النبي. العملية بعد كام سنة الشعر اللي هو المزروع بيبدأ يقع تاني والكلام ده كله. أنا بقول يعني في كذا حد من أصدقائي المقربين بيسألني وكده، وبيقول لي امتى الشعر المزروع اللي انت بتزرعه بيبدأ يطلع تاني، يقع ويطلع والكلام ده كله. وبيشبهوا بالفنانين. يعني انا عايز اقول ان النجم احمد سعد لما شعره بدأ يعني في كذا صورة كده، وبيقولوا ان احمد سعد يعني زرع وبعد كده رجع شعره وقع وبعد كده زرع تاني والكلام ده كله. طيب انا عايز اقول لكم ان هو زرع فعلا وبعد كده شعره خف. هقول لكم الاسباب اللي شعره خف ليه. اول سبب ان هو عمل حاجات يعني عندكم برضو الصور. عمل حاجات ما ينفعش ان هي تتعمل اول ما العملية تنجح. يعني هو دلوقتي عمل الوان في شعره والحاجات دي كلها، ومع الاستشوار ومع ان هو برضو نجم وبتاع، وبيطلع كل شوية بقى في برامج، وبيطلع في حفلات. فلما الموضوع معاه المفروض كان ياخده تدريجيا، لكن هو خده مرة واحدة وبدأ يعمل استشوار كتير. انا مبقولكش ما تعملش استشوار، بس انا بقولك قلت لك اعمله في المناسبات. يعني كل مناسبة كده ابدأ اعمل الاستشوار، لكن مش على طول. يعني هو اول ما العملية بتاعته نجحت بدأ ان هو يعمل استشوار كتير. يعني عمل استشوار كتير، والاستشوار عامة ما يكون عملية او مش عملية. الاستشوار يا جماعة بينشف الشعر وبيوقع الشعر اصلا لو حتى الواحد سليم من غير عملية او حاجة، او عنده صلع وراثي او ما عندوش صلع وراثي. تمام. ده بالنسبة للاستشوار. بالنسبة للحاجة التانية ان هو عمل صبغات كتير قوي. يعني هو عمل صبغات كتير جدا ما يصحش برضو انها تتعمل في اول الزراعة. فدي ما خدش الموضوع تدريجيا زي النجم تامر حسني. وبرضه تامر حسني برضه يا جماعة مع تقدم العمر وقع منه شعر كتير. تمام. مع الزرع. بس انا عايز اقول لكم ان احمد سعد عمل العملية الاولانية هنا في مصر. تمام. العملية الاولانية هنا في مصر وكانت في مركز كلنا عارفينه بدون ذكر اسماء. وبعد كده عمل العملية التانية او التالتة تقريبا، عملها برا مصر. طبعا انا بقول وبنصح ان اللي يعمل عملية يا جماعة مش ما يقعدش يعمل صبغات في شعره كتير. او اول ما العملية بتاعته تنجح يفضل يعمل صبغات او مثلا كده. هم فنانين ومعاهم، يعني مش فارق معاهم ان هم يدفعوا مرة واتنين وتلاتة. تمام. والمشكلة مش في الدفع. المشكلة دلوقتي ان هو يبقى عنده فلوس كتير ومش خايف ان هو يخسر فلوس او حاجة. وعنده كمان بيبقى المنطقة المالحة عنده قوية، فممكن يعملها مرة واتنين وتلاتة عادي. عكس الناس التانية مش قادرة تدفع، وكمان منطقتها المالحة تبقى ضعيفة. فانا شايف ان انت لما عمليتك تنجح وتبقى تمام ما تقعدش يعني بيقولوا كده بالبلدي مش وقت ما تشطح تنطح. فاهم؟ لا، خد الموضوع تدريجيا وبلاش صبغات. ارجوكم يا جماعه بلاش صبغات. وفي واحد تقريبا على التيك توك اسمه عبد الله عمل العمليه برضو وفضل هو اسمه ايه؟ عبد الله التركي. عمل العملية وفضل برضو يعمل استشوار وفضل يعمل خصل والكلام ده كله، بوظ له برضو العملية تاني. وبدأ ان هو عايز يعمل عملية تانية وهو لسه صغير والكلام ده، والصبغات والحاجات دي كلها ما تنفعش. أرجوكم يا جماعة اللي يعمل عملية وتنجح معاه بلاش صبغات دلوقتي. يعني مش دلوقتي قصدي، يعني يعدي عليه حتى سنتين تلاتة أو يعدي عليه 4 سنين ولا حاجة. تمام. ويبدأ يعمل صبغات، يعمل اللي هو عايزه، يعمل استشوار، يعمل الكلام ده كله براحتك خالص. بس تعدي عليك سنتين تلاتة تبقى انت ضامن. والبنتجار والبلازما الBRB دي مهمة جدا، خلوا بالكم منها. واي استفسار يا جماعة انا معاكم. ويلا بقى محدش يعني ايه، محدش برضو
ينفض للموضوع لغاية لما سنك يكبر وتبقى الموضوع بالنسبة لك صعب، تخش في المراحل الخمسة والستة والكلام ده. وشكرا. واهم حاجة مع الخضار والفاكهة اللي عامل العملية، الخضار والفاكهة، تمام، دي مهمين جدا. وتبدأ ازاي تعمل استشوار؟ بعد سنة ونص من مرور العملية، او يعني بداية من 8 شهور. لو انت شعرك تقيل ويستحمل الخصلة تقيل، شايفها تقيلة، اعمل من 8 شهور، بعد ال8 شهور، واخد بالك؟ عشان ايه؟ يبقى الموضوع عندك جميل كده. شكرا حبايبي.